ما هو ضروري نعملوا هكا نشوفوا عندنا زوز دول او ثلاثه تقريبا تاريخيين القريبه لنا. المغرب ضعيف اني مغرقه بالديون، معناها مصر لاني اغرقت بالديون. هذه مش وضعيه تونس حاليا. المغرب مثال، المغرب اولا تعتبر حتى هذا تقرير الاتحاد الافريقي، المغرب نجح تقريبا في تقريبا البنى التحتيه وعلى راسهم القطار التي جي في وتقريبا ديون معناها الديون الفرنسيه. بالنسبه للتقارير تقول نجحوا، معناها فضيحه دوله. عام 2026 الفيتاس نتاع التران تاعنا اللي يمشي ما يفوتش 55 كيلو في الساعه. كيف قد ساعدك اليوم ثم قضايا تخط لها. اليوم احنا كي نشوفوا تجارب انه المغرب في 10 سنوات التالي كانت بعيده شويه في السياحه، 10 سنين خدمت ايش عملت؟ هذا الكل علاش؟ على خاطر الدوله التونسيه مثلا في المغرب سي 3 فوا بلوس، ما غير حتى مشكل واحد. لكن محطوطه ديجا شفناها احنا مثلا المغرب 3 فوا بلوس مش معناها هما المغاربه خير منها. يعرفوك ما تنجمش تخلص، اما انا نجم نخلص. وهذه تمشي في الاستراتيجيه نتاع الدبلوماسيه الاقتصاديه والدبلوماسيه الماليه. ايش معناها؟ معناها اذا كانك انت الحضور نتاعك دبلوماسيا، واذا كان انت البلاد نتاعك سياسيا تعرف كيفاش تبيع الموقع الاستراتيجي نتاعك في المنطقه نتاعك في حوض البحر الابيض المتوسط، راهو الناس الكل تقبل لك انه باش نعاونوك وباش نتطوروا. وانا ديما نقولها ونعاودها، انا بالنسبه لي انا الدوله، سامحوني، الدول المجاوره، الدوله العربيه الوحيده اللي نهار من النهارات نجم تولي دوله متقدمه وتلتحق بركب الدول المتقدمه هي تونس. وتونس لازمها تكون القاطره نتاع دول شمال افريقيا باش نتقدموا الناس الكل مع بعضنا. حلو الديسكور بوليتيك باهي عند السيد النائب. سي حسين، أنا اعتبرت تحويل الديون للاستثمارات مش مسألة تقنية، معناها بالأساس مسألة سيادية، والمسائل هذه مرتبطة وبالتالي بالرؤية. لأنه تقريبا كي نرجع إلى خدمات الدين 2023 24 25 نحس أنه رغم الدين الخارجي قاعد يتراجع، الخدمات ما بين 2024 وما بين 25 زادت 18.3%. علاش؟ لأنه الريسك دي شونج هذاك يلعب، لأنه العملة نتاعك قاعدة تضعف مقابل العملة اللي قاعدة تخلص بها. هذا يمكن يخلي الحكومة تقول لك أنا فرصة في العامين الثلاثة الجايين إذا كان ثم إمكانية باش أنا نخرج من الخلاص، نقص من خدمات الدين اللي هو شارج على الميزانية. فور بروبابل انا راني لا احنا كلنا ما عندناش كيما كنت تشرح الاسباب، ما عندناش ولا كل واحد قاعد يعطي في مخ. كذلك اليوم احنا نسينا ما جبدناش شنو هي تجارب دول نعرفوها في تحويل الاستثمارات. ما هو ضروري نعملوا هكا نشوفوا عندنا زوز دول او ثلاثه تقريبا تاريخيين القريبه لنا، المغرب، مصر ولبنان. مصر في تحويل استثمار الديون الخليجيين الى استثمارات، وجربوهم في توسيع المشروع نتاع 2014 نتاع توسيع قناه السويس، ولكن الشروط كانت مجحفه باعتبار انه الصناديق الائتمانيه نتاع الاستثماريه نتاع الخليج شرطوا على الدوله المصريه حد ادنى من المرابيح. وهذايا ما تنجمش تضمنوا. علاش؟ قناه السويس تعرض منذ 7 اكتوبر لليوم تعرض الى تراجع كبير جراء غلق مضيق المندب وضرب وحصر 30% من الملاحه الدوليه اللي عنده معناه. وبالتالي المغرب وبالتالي مصر يعتبروا في الجانب هذا، وجربوا في البنى التحتيه، جربوا في السياحه معناها، ونسبه النجاح حسب التقارير وحسب الخبراء المصريين الاقتصاديين اني ما كانتش كما يتصور. على خاطر جاو دي فاكتور اكسترن ما كانش في الحساب. لا، على خاطر كانوا الاضعف في النيغوسياسيون كانوا اقوى، لانه مصر مشت تتفاوض وهي في وضع ضعيف اني مغرقه بالديون، معناها مصر لاني اغرقت بالديون. وهذه مش وضعيه تونس حاليا. المغرب مثال، المغرب اولا تعتبر حتى هذا تقرير الاتحاد الافريقي، المغرب نجح اولا في تحويل جزء من الديون نتاعو لميناء المياه العميقه المتوسطي طنجه، جزء منه دخل ولكن الناس دخلوا شركاء في المؤسسه هذه. وكذلك معناها تقريبا البنى التحتيه وعلى راسهم القطار التي جي في وتقريبا ديون معناها الديون الفرنسيه. بالنسبه للتقارير تقول نجحوا، معناها ايش معناها نجحوا؟ كل واحد يلقى الكونت نتاعو. نحن في تونس وقت الظاهر انا نتصور يلزم الرؤيه تكون موجوده والماشيين،
ونحدوا لي بارتنير بيلاتيرون تاعنا اللي نجموا الوضع اليوم. اذا كان باش نبعدوا ونهربوا من خدمات الدين اللي ترتفع لازم نثبتوا رواحنا. وشنو القطاعات؟ كان تقول لي الامن الطاقي والامن الغذائي كلمه عامه اصلا ولا المائي ما نفهمهاش ايش معناه. انا باش ندخل نعمل مشاريع باش نعبي اكثر ما يمكن من المياه سدود بدك اي السدود اي باش تدخل دول شريكه في السدود. هذا سؤال لانه مش معناه التحويل هو انه نحول من الفلوس من القرض الى السهم. هذاك علاش اليوم انا شنقول يلزمنا يلزم نشاركوا الاطراف الكل، يلزم شفافيه لانه هذا راهي مساله سياديه تهم الناس الكل. وبالتالي بالنسبه للبنى التحتيه مهم جدا. راهو البنى التحتيه كي نستثمر في البنى التحتيه طريق سياره جلمه قفصه راني نسهل النقل نربح الوقت والوقت هذاك فلوس نولي نعمل تمدد للاستثمار في المناطق المهمشه. راهو مهم جدا والتنميه في الجهه هذيك سي نورمال. التنميه في الجهه وذاك علاش كان عندنا في تونس كان عندنا قطاعات يلزمنا نركزوا عليها في المستقبل هي كل انواع البنى التحتيه والنقل. راهو نقول انا فضيحه دوله عام 2026 الفيتاس نتاع التران تاعنا اللي يمشي ما يفوتش 55 كيلو في الساعه. كيف نستطيع باش نسبه النمو تعكس بالضبط وعندنا سكه واحده اذا كان باش يجيب سلعه في الليل زاد عندي مشكله. كذلك اليوم والسيد الربط ما بين المسائل هذه ونسبه النمو يلزم نمشوا للاستثمارات ذات القيمه المضافه العاليه باش نجموا نراقبوا الثروه. وكذلك اليوم العمله نتاعنا ناخذوها بعين الاعتبار. راهو انت ما تنجمش ما عندكش عمله قادره. والعمله بالطبيعه العمله وقت اللي تكبر ثروه العمله باش تقوى وقت اللي تحسن انت خدماتك السياحيه وتخرج من السياحه الدوماس السياحه دي كاليتي وتراهن عليها في 5 سنين. لانه احنا بصراحه في تونس انا نقولها قبل ما نختم رانا مزروبين ياسر. احنا نتصوروا الاصلاحات هذه اي عام وين كنت قالوا لها معناها تحبي راجل قالت لهم تو ليه قد ساعدك. اليوم ثم قضايا تخط لها. اليوم احنا كي نشوفوا تجارب انه المغرب في 10 سنوات التالي كانت بعيده شويه في السياحه. 10 سنين خدمت عملت دراسه رؤيه. وهذاك علاش قلت لك الرؤيه واضحه. كتجي الرؤيه البرامج توضح ونولوا نحطوا رجلينا لان مسائل سياديه وما نحبوش راي الديون. ونختم بها 1881 جزء كبير من الحمايه او الاستعمار الفرنسي جاء عن طريق تعثر تونس في سداد ديونها. وبالتالي راهو الديون كانت مدخل في السابق للاستعمار ولكن اليوم الديون نثبتوا راهي تنجم تكون مدخل للهيمنه. هذايا وكاله منهم الزوز ما فما واحد لا واش وفما الثانيه اللي تخدم على السوق الخارجي. كيف انا نتفكر ريت وقتها بريزونطاسيون هوني في تونس. زوج وكالات ماشي في نفس الاتجاه. زوج وكالات ماشي في نفس الاتجاه. او نزيدك حاجه اخرى اللي اقوى من هكاك. مكتب التاهيل موي الشركات زون ريكور للاستشاره. وكالاستشاره هذيك في كل الميادين للشركه من الاي تي للاورغانيزاسيون للتكنولوجي تاع هذوما كان فما بلافون تاع لومجور. البلافون هذايا تعمل في 1995 قعد هو بيدو حتى للعامين التالي زادوا له 100,000. مالا كيما الخبز 190 لتوا بالضبط. دونك ردوها كيما ردوها 200 فرنك. هذاك هو اللي فيه اللي ما رديناش. خموا في الاستشاره 190 شويه اتون نزيدوا كيما That's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured.